عليكم احبائي الاعزاء، كي درتو؟ نتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله باذن الله. جيت باش نكمل انا وياكم السلسله ديال رمضان، تحضيرات سيدنا رمضان باذن الله. وجبت لكم اليوم في الصندوق العجيب ديالي، غير هذا صغير على الصندوق ديال السفوف، هذا ديال البريوه ديال المرشوقه، هذا صغير عليه شويه. جيت ان شاء الله باش نحضر معكم هذه المرشوقه. هذه فكره غادي نحضروها ان شاء الله في الفران. اول مره كنحضر البريوه الحلوه او المرشوقه الحلوه كنحضرها في الفرن، وجات ما شاء الله مقرمشه غزاله. ودابا ان شاء الله غادي ندخلوا الكوزينه باش نحضر انا وياكم احسن بريوه واحسن مرشوقه ان شاء الله باذن الله. وما تنساوش تبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء باش كتعمل فائده ونزيدوا القدام ان شاء الله باذن الله. واخا انا مريضه قلت لي مالا نشارك مع الاحباب ديالي والاصدقاء ديالي، واخا فمي شي شويه مريض فيا ما شكيت عليكم الدرسه، مي ان شاء الله غادي ندخل معكم وندير انا وياكم ان شاء الله بريوات باذن الله. يلا هم معايا تفضلوا. احبائي الاعزاء الاوفياء، جيت باش نقدم انا وياكم المرشوقه الرباطيه، البريوه الرباطيه باش نقدمها انا وياكم. عندي فيها، نبداو على بركه الله، نعطيكم المقادير اللي كاينه فيها. عندي كيلو ديال اللوز، وهذا يكون اللوز انا ديما كنقولها لكم من نوع يكون جيد، يكون اللوز البلدي هو هذا. عندي السكر سنيده، غناخذ منه القياس اللي غنبغي انا نحلي به البريوه ديالي او المرشوقه ديالي. عندي الزبده حتى هي على حسب اللي غادي يمكن لي نجمع به هذا العجين ديال اللوز. عندي القرفه اللي دقيت انا وياكم ريحتها غزاله. عندي ماء الزهر، وعندي حبيبات مع شويه ديال المليحه، حبيبات ديال المسكه الحره، والورقه راهي في الثلاجه. ودابا ان شاء الله غادي نبدا المراحل على بركه الله. دابا درت الماء كيغلي باش غناخذ نص المقدار ديال هذا اللوز وغادي نديرو في الماء غليان، وغنرجع لكم ان شاء الله باذن الله. ما تمشيو فين. هانتوما بديت دابا درت قطيره ديال الزيت وكندير فيه هذاك اللوز، غير النص ديالو او الثلث ديالو كنديرو هكذا في الزيت، ومن بعد كنطحنو سخون باش كيجي زوين بحال املو، بحال الشكل ديال املو كيجي. هو اللي غادي نوظفوه ان شاء الله في البريوات، شكل زوين ومذاق زوين. رجعت لكم عاوتاني بعد ما سلقت اللوز وفسختو قليتو. هذا خليته مقلي، وهذا خليته هكذا مسلوق غير في الماء طايب ومنقي، وهذا مقلي. ودابا ان شاء الله غادي نمشي باش نطحنهم مع السكر. ها هو يا السكر سنيده، حسب الذوق، هذا الشيء اللي كاين على حسب الذوق اللي كيبغي الانسان يضيف السكر اللي بغا هوايا. ومن بعد ان شاء الله باش غادي نجمعوهم بزبيده، وغادي نجمعوهم ان شاء الله بالماء ديال الزهر، وغادي نجمعوهم ان شاء الله بقريفه وبمسيكه حره ان شاء الله باذن الله. هادو هما البريوات او المرشوقه ديالي المخزانيه، عندهم واحد المذاق ما شاء الله. انا دائما كنجيب لكم الجديد، ونتمنى من الله يعجبوكم وديروهم حتى نتوما بحالهم. وما تنسوش تبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء باش كتعمل فائده ان شاء الله، ونزيد نعطيكم المزيد والمزيد. غادي يعجبوكم بزاف اكيد. ودابا ان شاء الله غادي نمشي باش نطحنهم. دابا كنحط اللوز وكنبقى نضيف السكر بحال هكذا وكنطحن. من بعد عاد كنذوق وكنشوف الا خاصني عاد كنزيد، ما نكثرش السكر باش ما يجيش عاود حلو بزاف مقيت على ود العسل عاوتاني اللي غادي يمكن لينا صافي. دابا انا كنطحن وكنحط في هاد القصعه هادي، من بعد عاد غادي نخلط ان شاء الله العناصر ديال اللوز. شوفوا دابا هذا كيفاش طحنته، كنخليه شي شويه غليظ بحال هكذايا. وشوفوا هاد العقده كيفاش طحنتها باش كتجي معلكه ملبيه، المرشوقه كتكون غزاله مخزانيه ما شاء الله. شوفوا الزويت اللي كيطلق هاد اللوز. باش كنقول لكم دائما خذوا اللوز البلدي، انا ديما كنعطيكم غير النصائح المزيانه الحمد لله.
مازال هكذايا. ومن هادشي كله بغينا غير الرحمه ديال الوالدين في هاد العواشر، هادشي اللي بغينا، غير رحمه الوالدين في هاد العواشر. الله يرحم موتانا جميعا يا ربي يا ربي. الله، هاد الريحه غزاله ديال اللوز طالعه، وهاد الريحه ديال العواشر الحمد لله. حتى الجو كنحسو به ديال العواشر والله العظيم، كيف فكرنا في الطفوله وكيف فكرنا في الزمن الجميل الحمد لله. وملي كنا مع والدينا كنعاونوهم، حتى هما كيكونوا كيصاوبوا هذا الشيء كنعاونوهم، كيقولنا دخلوا تشوفوا الحاجه اللي تستافدوا منها اللي تلقاوها. وفعلا لقينا الحوايج اللي ورانا والدينا الحمد لله، هما اللي معتمدين عليهم الان الصراحه نقولوها. ايه والله يرحم، الله يرحم حتى نرحموا جميعا. صافي كملت دابا هذا اللوز هذا وكملت الاخر، ودابا ان شاء الله غادي نبدا في هذا اللوز هذا حتى هو. هزو بالكميشات ونديرو في ماشين هكذايا صافي ونطحنوه. خاصنا ديك الساعه دابا ما غاديش نضيف السكر، خاصنا ديك الساعه السكر كنضيفوه. صافي دابا كنخلط هادوك اللوز مع بعضياتو. الله الريحه غزاله. صافي كنبقى ندلك فيه هكذا، نعرك فيه هكذا حتى كينسجم مع بعضياتو، كيتخلط باش كيعطي ديك النسمه وديك البنه غزاله، ديك التعليكه كتجي زوينه. مع شويه ديال المليحه باش ما كيجيش سكر مقيت في المرشوقه الرباطيه او المخزنيه. صافي صافي كنضيفوا شويه ديال الماء الزهر بحال هكذا، شويه ديال القرفه. ريحه القرفه غزاله ما شاء الله. وعاد كندوقوا السكر، باقي ما دخلناش السكر. وكنضيفوا شويه الزبده، انا خليتها مجبوده من الثلاجه باش كتذوب هكذا. شوف جات بحال البوماده، بحال لابوماد، كنخليها برا شتي بحال هكذا. المهم كنديروا عندنا ميزاننا صافي، وكنعاودوا نعرفوا هذا الشيء من جديد بحال هكذا. غزاله الريحه صلاح تبارك الله، الريحه ديال العواشر. الله ديالنا حضرناه، شوفوا دابا كيفاش كيجي ما شاء الله. صافي هو هذاك، غنخليو دابا يرتاح شي شويه ونرجعوا ان شاء الله باش نشكلوا المرشيقه الرباطيه. ودابا غنبدا نعمروا المرشوقه ديالنا. المهم انا غنخلي لكم روابط ديال المرشوقه ديال العام الاخر ان شاء الله، ونديروا العام الاخر ان شاء الله باذن الله. واللي عجباتكم كلكم ديروها ان شاء الله يا ربي. صافي دابا كنبدا نلويو البريوات ديالنا او المرشوقه ديالنا. الناس ما شاء الله كلشي النساء كتعرف تلوي البريوات. بعد ما شكلت البريوات ديالي او المرشوقه غادي ندهنهم بشويه ديال الزيت بحال هكذايا، حيت هاد الورقه ديال الفيلو واخا ديرها في الفران كتجي مقرمشه بحال قليتيها في الزيت. كتعرفوا الوقت دابا الزيت كلها غاليه، وبغينا شي شويه نقتصدوا. غادي ندهنوا البريوات ديالنا كلهم بحال هكذايا. غنستمر هكا وغادي نسخن الفران، من بعد نقصوا ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. تكون عندنا العسل موجوده ها هي، ويكون عندنا الكسكاس كذلك موجود باش منين نوضعوا البريوات ملي غادي يطيبوا ان شاء الله في الفران يتحمروا نديرهم في العسل. من بعد غادي نديرهم ان شاء الله في الكسكاس باش يتقطروا من العسل. نتمنى يعجبكم البريوات ديال الفرن ديال الفران، جاو ما شاء الله، جاو غزلان صلاه على النبي تبارك الله، جاو مقرمشين لذاد ما فيهمش الزيوت. نتمنى الله يعجبوكم، وتستناو حتى نقدوهم ان شاء الله في صحن التقديم. ودابا غادي نجربوا شي وحيده. شوفوا التقرميشه كيفاش كتكون فيها ما شاء الله.
شوفوا ما فيهم لا يدام لا حتى شي حاجه. شوفوا الورقه كيفاش كتجي ما شاء الله. كنخليوه في العسل في واحد الفتره. شوفوا العسل كيفاش كيجيو فنين مقرمشين. ودابا غادي نقول لكم الى اللقاء، فرصه مقبله ان شاء الله، في حلقه مقبله ان شاء الله باذن الله. مع السلامه، ما سخيتش بكم.